ضجة كبيرة أحدثها الكشف عن أقدم مخطوطات القرآن الكريم التي أعلنت عنها جامعة برمنغهام البريطانية. مخطوطات تبين بعد فحصها بالكربون المشع أن عمرها يبلغ نحو 1370 عاما، وهو ما يجعلها من أقدم مخطوطات القرآن في العالم. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يحفظ القرآن عن يريدون ظهر وجهه قلب، ومع ذلك يهجئ لا ما تعد يقرأه حرفا عيناك. حرفا. مدير مسجد مدينة برغنهام البريطانية متفاجئ ومختبط ومتحمس مثله مثل من حوله، وهم إلى اليوم قلة من أفسح له المجال لرؤية وقراءة سطور أقدم مخطوطة قرآنية في العالم. هذا كنز له أهمية عالمية للإرث الإسلامي ولدراسة الإسلام، كما أنه مصدر فخر للجالية المسلمة هنا. المخطوطة التاريخية كشف عنها في جامعة برغنهام. هنا على رف من رفوف المكتبة البريطانية بقيت هذه المخطوطة محفوظة لأكثر من 100 عام من دون أن ينكشف خبرها إلى اليوم. المخطوطة كانت مرفقة خطأ بأخرى أحدث من القرآن الكريم تعود إلى القرن السابع الميلادي، إلى حين وقوع صدفة صغيرة تغير الكثير على واقعها. لقد وجد باحث كان يعمل على مخطوطة معينة صفحات قديمة جدا من القرآن، وذلك الخط هو خط عربي قديم يسمى الحجازي. هذا يعني أنها تعود إلى منطقة الحجاز، حيث تقع مكة المكرمة والمدينة، وطبعا النبي محمد كان هناك. لذلك حينما أرسلت تلك الصفحات لقياس عمرها دهشنا حينما وجدنا أنها تعود إلى عصر النبي محمد. النسخة الأقدم تجسدها صفحتان فقط، صنعتا من جلد حيوان، كتبتا بالحبر بخط حجازي جميل. صاحب اليد التي خطت هذه الصور قد يكون واحدا من معاصري النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فعمر ما تشاهدون يزيد عن 1370 عاما. سنوات طويلة لم تعدل ولم تغير شيئا في النص المقدس. الخط وحده يحدث الفرق بانعدام النقاط على حروفه، أما ما تبقى فيتطابق مع القرآن الكريم. من كردستان العراق إلى إسرائيل، بل وإلى مقر وزارة خارجيتها تحديدا، كانت المحطة الأخيرة لمخطوطة التوراة العراقية التي استقبلت بالتراتيل والأهازيج وحفاوة دينية وسياسية بعد مرورها بطريق غامض منذ عام 2003. اللافت في الموضوع هو أن الإعلان عنها جاء فقط مؤخرا ووليد صدفة، كما يقول أمين مستودع الخارجية الذي وجدها في المستودع. الكتاب هذا هو واحد من عدة كتب وجدها الجنود في بغداد، وبالصدفة وصلت إلى سفارتنا بالأردن، ومن هناك وصلت إلى مخزننا. فبعد الاضطرابات التي حلت بمصر والتي أدت إلى إغلاق السفارة، كانت هناك تخوفات من حدوث الأمر ذاته في الأردن والهجوم على السفارة، فقرروا إخراج ممتلكاتنا من هناك. وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يرى في عودة المخطوطة التي عثر عليها في مخازن المخابرات العراقية في بغداد إلى الكنيس اليهودي في الوزارة بأنها تمثل مصير اليهود، في حين أقر مختصون إسرائيليون بأن هذه المخطوطة هي من بقايا الجالية اليهودية التي عاشت في العراق منذ القدم. لذلك لا يأبه الإسرائيليون بالاحتجاجات العراقية، فهذا الختم العراقي المطبوع عليها ما هو إلا تعد على قدسية الكتاب كما يقولون، وإرجاعها لهم هو حق مستحق. هذا الكتاب لم يكن يوما ملكا للحكومة العراقية، هو ملك للجالية اليهودية، وهو سلب منهم وألقي بمخزن الحكومة العراقية. لذلك لا يمكن من جهة أن يطالب من انتزع هذا الكتاب من الجالية اليهودية بعودته إليه. ومع هذا لا أريد العودة للسنوات التي مرت ومناقشة ذلك مع الحكومة العراقية. ما أقوله أن الكتاب عاد لمكانه الطبيعي، وأنا أدعو حكومة العراق أن تأتي وأن ترى الكتاب في القدس. هذا بحبر مصنوع من عصير الرمان المركز ومكتوبة على جلد الأيل، مرت في إسرائيل بعملية ترميم استمرت 8 أشهر، واليوم تعرض هنا تمهيدا لاستخدام